السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم متابعين قناة الحكاية وما فيها. أحداث جديدة وصادمة في قصة الممثلة التركية الشهيرة نسليهان أتاجول اللي قلبت الدنيا بتصريحها الأخير في الوقت اللي الكل مستني فيه بطلة حب أعمى وحبيبة الجماهير تطلع وتثور لقرابتها وتعلن قرار انفصالها. فاجأت نسليهان الكل بدفاعها عن زوجها قدير. مش بس كده، دي كمان هاجمت والدتها بشدة عشانه وقالت عليها كلام صدم كل محبينها. ومن الواضح كده ان قصة شيرين عبد الوهاب بتتكرر تاني باختلاف الاشخاص. طب ايه الحكاية، ويا ترى ايه التصريح اللي قالته نسليهان وزعل كل جمهورها منها، وايه سبب هجومها الكبير على والدتها؟ كل ده هنعرضه لكم بالتفصيل في الفيديو النهاردة. بس الاول ياريت تدعمونا وتشتركوا في القناة. بعد ما أخبار خيانة قدير لنسليهان انتشرت، حبت نسليهان ترد على كل الكلام ده بطريقتها الخاصة، وتعمدت الظهور في أكتر من مكان وهي ماسكة إيد جوزها وهم بيحضنوا بعض، وحركات من دي كتير. وكل اللي شافهم أكد إن في تصنع كبير وباين قوي في حركاتهم. مش بس كده، في آخر ظهور لنسليهان وقدير في باكو أثناء حضورهم ندوة بأحد الجامعات في أذربيجان لمشاهدة سباق الفورميولا، بعد ما سألتها صحفية عن رأيها في الشائعات اللي بتقول إن قدير بيخونها، ردت نسلي بكل توتر وانفعال وقالت: انت فعلا الكلام ده شاغل بالك؟ يعني انت مصدقة الكلام اللي بيتقال ومش مصدقة اللي شايفاه بعينيكي وان احنا مع بعض؟ مش بس كده، كمان أكدت ان قدير هو أقرب شخص ليها وانه بيفهمها اكتر من والدها ووالدتها. وقالت: اذا كان هناك اي شخص اقرب الي من امي وابي فهو زوجي قدير. وتابعت خلال حديثها: فكر في والدتك، حتى المرأة التي أنجبتك لا تستطيع فهمك، إنها لا تفهمني وأنا أحاول باستمرار شرح نفسي. وتابعت نسليهان كلامها وأكدت على مدى قوة علاقتها بقدير وثقتها فيه، وقالت: بغض النظر عن اللي حصل واللي بيتقال، أنا وقدير لما بنقعد سوا بنفهم بعض من نظرات عينينا وبنتفق من غير حتى ما نتكلم ولا نحكم على بعض. وكملت كلامها وقالت: لا أستطيع أن أفعل هذا حتى مع أمي، لا أستطيع أن أفعل هذا حتى مع أقرب أصدقائي الذين يعرفون عني كل شيء، لكن يمكنني فعل هذا مع قدير وبكل راحة. مش بس نسليهان اللي ردت على الشائعات بتاعة خيانة قدير، لا ده قدير نفسه اتدخل في النقاش ونصح الصحفية انها تستخدم اسلوب تاني في طرح السؤال، وقال لها: انتوا دايما بتحكموا على الاشخاص من الخارج لكن مش بتشوفوا حياتهم الشخصية عاملة ازاي، وسؤالك بالطريقة دي مش صح ابدا. المفروض كنت تسألي السؤال بطريقة تانية وتقولي: بالرغم من الأخبار اللي اتنشرت عن زوجك، ازاي انتم مكملين حياتكم سوا من غير مشاكل؟ طبعا بعد تصريحات قدير الجمهور اتصدم بشكل كبير في رد فعل نسليهان اللي هاجمت والدتها، لأنها صرحت من أيام قليلة إن نسليهان قررت الطلاق من قدير وإنها مكملة معاه بس لأن قدير اتوسل ليها إنهم ما ينفصلوش علشان مسيرته الفنية ما تتأثرش. وأكدت والدتها إن قدير فعلا بيخون بنتها ومتجوز عليها كمان، وإن نسليهان بس مكملة معاه في الوقت ده علشان هو طلب منها كده، وإنها ما تستاهلش منه أبدا اللي بيعمله، ودفعت عن بنتها بشراسة. لكن نسليهان للأسف قررت تتحدى والدتها وتقف في صف جوزها. ومن الواضح كده إن قصة الفنانة شيرين عبد الوهاب بتتكرر تاني بس في تركيا. أما عن الصحفي اللي صور قدير وأعلن عن خيانته لنسليهان وهو أونر قاية، فأكد إن قدير بعت له ناس يتعدوا عليه ووجه رسالة ليه وقال له إنه هيفضل يكتب برضه وينشر الحقائق حتى لو كسر إيده. ونفى الثنائي شائعات انفصالهم بعد ما ظهروا مع بعض في أكتر من لقاء، خصوصا أول ظهور ليهم بعد الشائعة لما ظهروا في مطعم مع بعض، وكانت نسليهان وقتها لابسة نضارة عشان تخفي عينيها، يمكن كانت حابة تخفي عن الجمهور حزنها. وقدير وقتها كان ظاهر بمنتهى السعادة. ياريت تشاركونا بآرائكم وتقولوا لنا انتوا شايفين تصرف نسليهان ازاي، ويا ترى هتنفصل عن قدير ولا لا؟ لو عجبكم الفيديو ياريت تدعمونا وتشتركوا.